يعني الاغاني الشعبيه كانت زمان. هقول لحضرتك على حاجه، كان في مجموعه من قدام الاغاني يقول لك كان الإيقاع بتاعها يعني واقع شوية كده زي ما بيقولوا من دول، بس كانت جميلة. دول بيقولوا وفي بقى صوت رفيع خفيف كده من ورا، يعني لحن كده كان تقعد تبقى فرحان من البداية. يا سلام. طول عمرك انت جاوب بقى. لا ده أنا بحب الأغاني أوي. الجو الآلات انت كنت بتلعب آلات. أنا هقول لحضرتك على حاجة. بالنسبة للآلات، بالنسبة للآلات الواد سيد مربوط جاي من يومين الراجل القصير انا عايز كام اغنيه كده. قلت له عليا الساعه كام؟ 6 وربع بالليل 8 اغاني. بس انا ورايا مشوار وهجي لك وقت تاني. ماشي. حاضر. سيدنا بس حبيبي كريم كان بقول وحداني عايش كده وحداني وأقول يا غرام أبدا تاني. معلش مش عايز حاجة ليك انت عن دول؟ أنا في حاجات كتير عملتها. حاجة كده من اللي انت كتبتها لو بتعزمني بخي يوم. لو مصر يعني أصلا بفكرني في حاجة دلوقتي اللي هي أغنية بخ. أغنية بخ ياما يا حضرتك كنا بنقولها ازاي بقى؟ بخ ياما بخ ياما لا اللحن مش كده. بخ ياما ياما خليك محبوب شويه. معلش خليك راس عارف دي حضرتك بقى قاعده. لا لو ايه الرصاص كان هنا بيتم الصوص التحليليه دي بتقل. لا ده بس بتبدا ارفع دي بس الفقره عشان اخد الحته اللي ورا دي. ارفع رجلك دي شويه. ايوه طب هقول لحضرتك على حاجه عشان انا مش مالك. بص حضرتك وبعدين مصر نظري تعبان شويه. انت بس انا هقعد عشان ابقى محمل يعني. هقول لك زي الحته دي زي بص حضرتك زي كده حضرتك لا حضرتك متزايد في اللي متزايد ومتزايد في اللي متزايد زايد في اللي ما تزايدش. بص حضرتك انت انا اهو شايف بص حضرتك ده عامل ازاي اهو ما شاء الله. عارف حضرتك اول مره تحب قلبي واول يوم اتهنى. شوف بقول حضرتك اول مره تحب قلبي واول يوم اتهنى. شوف الاداء حضرتك الاداء. اول مره ينسى الحاج ولا عشان نساعده. ما احنا عشان خاطر انت جاي روح حضرتك هنا ممتازنا يعني احنا ضد خطر. الله يكرمك. بس انا عايز اقول لك كذلك تعرف الواد سيد داوود؟ بتاع داوود اللي هو القصير يقول لي انا نفسي تعمل لي تذكره مع اغاني الساعه 6 الكلام ده. الساعه 8 ونص استلم مني 12 اغنيه كبيره في نفس اليوم. ما شاء الله. في نفس اليوم. بقول لك انا الاغاني واغاني طويله. ايوه النبي لسه اشقاقنا هناك. حاضر كان خلاص وده مش هنمشي. دي حق. طب حضرتك حكايه هوايه الكتابه بتاعت الاغاني دي هوايه كبيره قوي عندي. بحبها قوي يعني. انا ممكن بس اشوف حضرتك كده او بقول مثلا اي حاجه فوريه يعني. عارف انت حضرتك زي كبيره من الناس دي كان بيقول حاجات فوريه. وانت يا استاذ زين كنت بتغني فرح سعيد الحلاق؟ ده كنت بقى الاغنيه قديمه من الاغاني القديمه بقى اللي هي بيقول يا حبيبي. ايه هواية اكتر من دراسة؟ لا دراستي هواية. وبقى ما كنتش انا بقى ما كنتش خد بالك كان يقعد كده يقول لك بس لو بعض يعني ممكن يقول لك رايتك لاول مره وانت تنظر لي بس انا حاجه تبص لي كده. انت اول ما دخلت حضرتك دخلت يعني. الله يكرمك. لا ده لحن حضرتك من الالحان اللي حضرتك انا بعتز بيها
بخي بخي يابا يابا بخي بخي يابا يابا ده الدخول ده الدخول. السلام عليكم حضرتك. ارفع حضرتك رجلك كده ولا مؤاخذة بالكلمة بس. ايوه ترفع تريح. انا هستنى حضرتك معاك بس عشان هو الظاهر حضرتك خايفين على الكرسي لان في البليه بتاعته بتلعب فيه. ممكن حضرتك تمسك المزاد ثانيه واحده. بص حضرتك شوف حضرتك هي بتلعب ازاي. بص اهو بتلعب عامل ازاي حضرتك اهو. شوف عامل ازاي اهو. مجرد بس حطيت حبه الزيت دي اهي. بص الكرسي عامل ازاي حضرتك. فستان الطويل رأسه زمامير. فستان طويل رأسه زمامير. سماعة سماعة يا ماما. فستان طويل رأسه زمامير. فستان طويل رأسه زمامير. رأسه زمامير. عشان امشي يا اسطى. استنى من الراجل عشان نمشي. انا رايح مشوار مستعجل. انا متأسف أوي معلش. اصل انا كمان حتى النهارده عيان وصلت شويه. بخي بخي يابا يابا بخي بخي يابا يابا روقونا بقى يابا يابا. ليه مالك يا عم زين؟ ليه مالك بخي بخي يابا يابا روقونا كفايه. يا اسطى بخلص بخي يابا يابا روقونا كفايه لما بخي بخي كده يعني. انت زعلان ليه بس؟ ارفع رجلك شويه كده عشان الحته دي بتتزايد كده. ارفع سنه معلش ولا مؤاخذه ولا مؤاخذه دي انا في الحته اللي تحت دي كمان. ما شفتش كده في الدنيا. اهو بقى كويس. لا احنا مستحيل عمر ما احنا هنعملها تاني ابدا. يا سيدي خلاص شوف حتى حضرتك أبدا